اهلا بكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض بخاخة تنظيف، هتنضفي بيها كل حاجة في البيت: الانتريه، الشاشة، الرخام المطبخ، الرخام بتاع اوضه النوم، اي حاجة، الخشب، اي حاجة. بصوا ديت كانت بخاخة معطر عندي فاضية، اي بخاخة فاضية عندك. وده مسحوق اوتوماتيك، اللي هو اوكسي، ده مسحوق جل وخل. وده مكيال بتاع المسحوق، وطبعا ايه الكربونات. بصوا للأمانة انا كنت بعمل البخاخة دي من غير الكربوناتو الاول. بس لما جربت الكربوناتو بعد كده لقيته بينضف الانتريه كويس جدا. هنا انا حطيت معلقة صغيرة، معلقة كربوناتو، معلقة كده ورشة يعني، ونص كوباية خل. اول ما تحطي الخل هتحسي ان هو بيفور كده عادي، سيبيه شوية كده وهيبقى عادي. هتقلبيه بقى بالمعلقة كويس، وبعد كده هنحطه في البخاخ. خلاص يا حاج. اهو حطيته انا بقى في الازازة بتاعتي دي اللي هي البخاخة. مهم. اللي هو مش عايزة تسيب اي حاجة. وبعد كده احط المسحوق برضو، احط نص كوباية قد الخل. بصي بقى، لو ما عندكيش مسحوق اوتوماتيك لازم تتصرفي. هات شوية من عند صاحبتك، هات شوية من عند ماما، عشان المسحوق الاوتوماتيك هينضف لك الانتريه ومش هيعمل رغوة. انت ممكن تعملي البخاخة دي، بس يعني تعمليها انا كنت بعملها بصابون المواعين عادي. بس مش هتنضفي بيها الانتريه، لان صابون المواعين يعمل رغوة، ممكن يبوظ لك الانتريه. انت المسحوق الاوتوماتيك بيعمل رغوة من غير ما بينضف من غير ما يعمل رغوة. وطبعا احنا مخففينه بالمية. بنكمل بقى الازازة بقى، نحط الخل والمسحوق، بنحط بقى نكملها بالمية. بعد بقى ما بنقفلها كويس، هنيجي بقى ايه ننضف الرخامة. ممكن كمان السيراميك اللي هو عليه دهون ترشي عليه، بس تسيبيه شوية. مش هقول يعني هتنضف الدهون كويس، بس ترشيه شوية، وتجيبي اللي هي الليفة الاستانلس او سلك الاستانلس دي، وتدعكي بيه هتنضفه. انا بعمل كده كل يوم بعد ما بخلص المواعين، اروح مديه للرخامة رشة كده. اولا بتنضفها وتعقمها والمسحوق اللي هو الاوتوماتيك ده ريحته حلوة، بيدي ريحة حلوة كده. هنا بقى ده الانتريه. ده الانتريه بتاعي فاتح طبعا، ما شاء الله، يعني عيالي رايحين جايين يمسحوا فيه. لو عندك بقى الانتريه بتاعك فاتح زي كده طبعا هيغلبك. هنا بقى انا رشيت عليه. طبعا باينه قدامكم البقعه اللي تحت دي. شوفوا بقى، هي مش باينه في الكاميرا التراب اللي شاله، بس هي نضفت، حتى يبان عليها ان هي نضفت. طيب هنيجي بقى مثلا هننضف الخشب او اي حاجه في البيت، يعني انتريه او النيش السفرة او كده. بنجيب الفوطه تكون ناحيه كده ناشفه، ونرش عليها كده على الفوطه مش على الخشب، ونمسح بس يا دوب كده، هتلمعه وتنضفه وتشيل التراب. برضو نفس الحكاية على الشاشة. الشاشة برضو مش بنرش على الشاشة، لا، على الفوطة برضو كده يا دوب رشتين كده بس كده، ونمسح على الشاشة كويس. برضو الرخام بتاع اوضه النوم، بتاع الكومودينات والسراحة وكده، برضو بنرش عليها ونمسح. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.